مساء الخير على الجميع، ويا رب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم. ما إن تمت صفقة محمد علي بن رمضان لصالح النادي الأهلي لمدة 4 سنوات، وكنا الحمد لله وبفضل الله قلنا لكم قبل 5 أو 6 أيام الصفقة انتهت بنسبة 99.9، وقلنا لكم المبالغ بالنص اللي تم ذكرها امبارح والنهارده. قلناها لكم بالنص قبل 5 أو 6 أيام. قلنا النادي المجري كان طالب كذا والنادي الأهلي عرض كذا وتوصلوا لاتفاق والنادي الأهلي رفع المبلغ لكذا. قلنا لكم الكلام ده بالنص وبالتفصيل، وقلنا لكم سيبكم الكلام اللي بيتقال من اقزام الاعلام المصري او فستق وبندق وفطوطه وصبحي والشامي والجماعه دول. قلنا لكم دول شويه قرود مهمتهم بس ان هي ايه، يطبلوا ويطلعوا يطبلوا. اي حاجه تيجي فيها سيره النادي الاهلي بتعمل لهم قيمه وبتعمل لهم مقام وبتعمل لهم ريتش كمان. يعني هو لو ما جابش سيره النادي الاهلي اقسم بالله لو طلع يتكلم على الزمالك ما يشوفوا 5. شوف انا بقسم لك بالله، يعني لو هو طلع يتكلم على ناديه مش هيشوفوا 5، انما لازم يحط نادي الاهلي ويحط خبر بقى ايه، شويه ايه شطه كده على الخبر بتاعه كده. يقول لك النادي الاهلي ومش عارف ايه 2 مليار جنيه صفقات النادي الاهلي، وماسك بقى له اسبوع ماسك الورقه والقلم والاله الحاسبه وبيحسب. ولعلمكم يا جماعه انا اقول لكم على خبر انفراد. الدولار في جمهوريه مصر العربيه ب 51 جنيه. الدولار 1 دولار يساوي 51 جنيه الا عند القلعه البيضاء في 100 عقله. هناك الدولار يا جماعه ب 400 و500. فاللي معاه دولارات انصحه ان هو يتوجه على الفور ل 100 عقله ويغير، هيعيش مرتاح. اللي معاه مليون دولار ولا اللي معاه 2 مليون ولا اللي معاه 100,000 دولار يروح يغير من 100 عقله. بصراحه اسعار بص يعني حصريه مش هتلاقيها في اي حته تانية غير في 100 عقله. يعني هو في جمهوريه مصر العربيه كلها ب 51، في 100 عقله عدى ال 200 و300 و400 و500 حسب الاجتهاد الشخصي او حسب مزاجهم. تناسوا كل حاجه، تناسوا البلاوي السوداء اللي فيها ناديهم، تناسوا الفضايح اللي فيها ناديهم، تناسوا قناه ناديهم اللي طالعه تشحت على الهوا بيقول لك احنا هنقفل عشان مديونيات القناه تجاوزت ال 100 مليون، لدرجه ان البوفيه بنجيبه من بره. يعني ما فيش بوفيه في القناه، يعني الشاي والقهوه اللي بيشربوا الضيوف ده ان كانوا بيشربوا، وان كنت اشك اساسا لان البتاع بتبقى فاضيه اساسا، وتقريبا هو بيقنعه يقول ايه يعني اعمل اللي انت بتشرب علشان برضو ايه سمعه القناه وشكل القناه برضو. ما هو عيب قوي يعني ان انا اجيب ضيوف وما اقدملهمش حتى كوبايه ميه، ده عيب. ده من اصول الضيافه ان انت تكرم الضيف. تناسوا كل البلاوي السوداء دي، وان القناه هتقفل وان القيد مقفول ولسه عليهم بلاوي ولسه جروس هيروح يشتكي في الفيفا لان لسه ما خدش فلوس ومفيش تسويات. وبيصيروا لو حب يمشيه المفتي بتاعهم او ميزو بتاعهم ده حب يمشيه لازم يدفع له ويراضيه برضه، مع انه هو كان جايبه عشان السبوبه دلوقتي عايز يمشيه. انا بقول لك هم نفس الديلر بتاع ميدو بيذكروا من عنده، بس تقريبا هم مزودين حاجات عن اللي بيشربوا ميدو. يعني ميدو بيجيب من الديلر مباشر، هم بيجيبوا من نفس الديلر بس بيضيفوا حاجات معينه على الايه، على الخلطه ديت علشان ايه تبقى اكثر شراسه شويه في التعامل مع الجماجم بتاعتهم دي. لان ده استحاله يكون يعني حاجه نظيفه، لا دي استحاله تكون يعني ايه حاجه جيده، لا ده اكيد من اللي هو فاكر الحاجات القديمه قوي اللي كانوا بيستخدموها زمان طبعا، يعني بدون داعي ذكر الاسماء دي. فانا حابب اقول لك ان هم هيعيشوا الفتره اللي جايه كلها ماسكين الاله الحاسبه وماشيين ورا اي صفقه النادي الاهلي، سواء في قدم سواء في يد سواء في طايره. دي بكام؟ ايه ده النادي الاهلي جاب فلوسه منين؟ طب اقول لك على حاجه، اخر حاجه النهارده طالع فيها يقول لك ايه، هم نادي الترجي مش واخد نفس المبالغ اللي واخدها النادي الاهلي بسبب الاشتراك في مونديال الانديه. طب ليه ما جابش محمد علي بن رمضان؟ طب ما تروح تقول للترجي انت ما جبتش محمد علي بن رمضان ليه؟ انا هيشوف هو محمد علي بن رمضان ده مش كان متاح للجميع؟ هو انت ما كلمتش محمد علي بن رمضان؟ انت نفسك ما كلمتش محمد علي بن رمضان، وان انكرت النادي المجري موجود وقال لك في انديه مصريه مش نادي. هو لو نادي مصري كنت هقول لك بيراميدز صراحه، لان انا عارف ان انت بعيد عن الليله دي، انت كحيان يعني مش لاقي تاكل يعني، وكل يوم بسم الله ما شاء الله ممدوح عباس نازل فيكم تهزيق ومرمطه واخدكم شمال ويمين ومطلعكم فوق ومطلعكم مسرح وممسككم الحديده، بسم الله ما شاء الله عامل فيكم مشوي ومقلي. اللي ما شفت واحد عنده كرامه فيكم طلع رد، واحد عنده كرامه واحترام لنفسه طلع رد، واحد بس طلع رد كده ويقول له يا عم عيب الكلام اللي انت بتقوله، فلوس ودناكوا شحاته وشحتناكوا عملنا وبالاخر ايه المنظر ده؟
ايه المنظر ده؟ ومن يومين ثلاثه كان ماسك حسين لبيب مرمطه واخده غسيل ومكوى. هو انتوا ايه التهزيق وصل عندكم المرحله ان انتوا ما عندكوش احترام لنفسكم؟ خلاص بقيتوا مهزئين علنيا. النهارده واحد برضو اسمه الشامي طلع يقول لهم ايه، اصل احنا هنجيب صفقات سوبر. والله بيدخلوا للقطيع بتاعهم بص عارفين بيخشوا له ازاي. يعني سايبين كل ده، اقول لهم احنا هنجيب صفقات سوبر. يا ابني فك القيد الاول وادفع للناس فلوسها وبعدين جيب صفقات. وبعدين هتجيب صفقات سوبر منين؟ هتجيب صفقات سوبر منين؟ يعني انت على الاقل لازم تكون مجهز من دلوقتي فلوس صفقات. وايه بقى اقل صفقه عندنا ممكن توصل ل 2 و3 مليون دولار، ما تستغربش. وصفقات سوبر، صفقات سوبر مش زي ما النادي المنافس بيعمل بيجيبهم ويركنهم. يا راجل ده مشلاك كان صفقه سوبر بسم الله ما شاء الله. الواد ده في حاجه لله، الواد مشلاك ده في حاجه لله. الواد ده ما لعبش تلت ساعه. يعني انا لو مأجره ويقف لنا جون في خماسي هيلعب اكتر من كده. الواد ده بسم الله ما شاء الله جه هنا قعد شويه حلوين ومشي بسم الله ما شاء الله. هياخد مبلغ يتجاوز $1.5 مليون، المليون زائد تعويض اللي طالب بيه نادي احد، زائد التعويض المعنوي اللي طالبه النادي احد علشان مشلك واللي تعرض له مشلك في نادي الزمالك. يعني ايه الصفقه الصور اللي ممكن ابراهيم انداي ولا متياب قالوا لك اصل النادي المنافس راح جاب واحد ب1.5 مليون ومش عارف قعدوا دكه ودمروا ومش عارف عمل فيه ايه. اهو اللي جه ده ب1.5 مليون خد بطولات. ما هو بيجوا ياخدوا بطولات بيعمل يا عم هو مستواه كان دون المستوى، انا معاك في كل ده. بس هل انت مثلا في الفتره دي كنت متفوق على النادي الاهلي في البطولات؟ يعني مثلا كنت انت بتاخد بواكل الاخضر واليابس، بتلعب في دوري الابطال، رايح كاس العالم للانديه بتلعب؟ لا ده انت بتلعب في كونفدراليه بقالك 3 سنين، في كونفدراليه بقالك 3 سنين، وامبارح متعادل مع المصري. ويعني بص بسم الله ما شاء الله في كل العبر، وطالع برضو تكايد وتقول على النادي الاهلي كلام. يا عم انت مالك بيجيب فلوسه منين يا عم؟ انت مالك الدولار غالي ومش لاقيينه والنادي الاهلي بسم الله ما شاء الله. يا عم هو النادي الاهلي اشتكى؟ مش في حاجه اسمها اشتراكات. انت عارف اشتراكات عضويه النادي الاهلي بكام؟ ضعفك يا حبيبي. يعني هو النادي الاهلي بص ضعفك في اي حاجه او 3 اضعافك في كل حاجه، حتى العضويه. حتى العضويه نفسها، شوف عضويه النادي الاهلي كام وشوف كام فرع وشوف دي بتدخل فلوس قد ايه. ده غير طبعا بقى البطولات والحاجات اللي بيحصل عليها النادي الاهلي، لازم غير طبعا ال9.5 مليون دولار اللي لوحدهم دول جايين لوكشه لوحدهم، غير لسه مش عارف كاس القارات 3 داخل 2.5 مليون دولار، زائد بطوله افريقيا والوصول لدور السيمي فاينال والحاجات لسه جاي فلوس منها كمان. انما انت لا، انت مش هتحس بالحاجات ديت. اذا كان انا بقول لك البوفيه بتاعكم بتطلبوه من بره، وفي رئيس نادي ماسككم غسيل ومكوى وتهزيق ليل ونهار. اللي ما في واحد فيكم عنده كرامه. فين يا شامه؟ ما تطلع ترد على الراجل ده ولا كسر عينك؟ صح؟ كسر عينك بيطلعك بالبنديره، يطلع يقول لك ما تتكلمش ولا تجيب سيره نادي الزمالك، اطلع اضحك عليهم وقول لهم احنا هنجيب صفقات سوبر. يا عم هدي احنا منتظرين الصفقات السوبر، انا ما عنديش مشكله ويعدونا يا عم، انا موافق ان انت تعديني في الصفقات وتروح تجيب صفقات سوبر وتجيب صفقات كده. بس اهم حاجه او حد يضحك عليك برضو زي مشلاك ولا نداي ولا متيابه ولا مصطفى شلبي ولا كل الناس دول انتوا مشيتوهم وكنتوا طالعين بهم. ده سامسون اكينولا اللي جه ده ويعني طلع في الاعلام واحد زملكاوي محسوب على نادي الزمالك، وكان في يوم من الايام متحدث قال لك سامسونج اكينولا ده وهو في نادي الزمالك جاله عرض ب7-8 مليون دولار، والزمالك قال لك لا ده اللي جاي سامسون اكينولا اللي هو الفخده اللي كانت بتجري في الملعب دي بسم الله ما شاء الله. ويا اخي سبحان الله اللعيبه بتخرج من النادي ده اهو، اللعيبه الاجانب تخرج تتالق بره. يعني كانوا جايبين مهاجم فلسطيني اول ما مشي من عندهم سجل هاتريك في المباراه اللي بعدها على طول، اول مباراه بعد ما مشي من الزمالك سجل. سامسون اكينولا ده انا سامع والله ان هو متالق برضه. يعني بص سبحان الله تحس ان هم فقر نحس، هم نحس لا، وعايز يساوي مع نفسه، يحط الاهلي في جمله مفيده معاه، لازم يتساوى مع الاهلي. يا ابني اعرف حجمك واعرف مقامك، لا عمرها هتكون بكده ولا عمرك هتتساوى، عمر الرؤوس ما هتتساوى. انت بينك وبين الاهلي سنين ضوئيه. ركز في ناديك، وعايز ذكر فيك ويطلع يرد على الراجل اللي مرمطكوا ده ليل ونهار واخوكوا غسيل ومكوى. واحد عنده كرامه، مفيش واحد فيكم من مجلس الاداره فين نيره صفرة ما تطلعي ترد على ممدوح بهزقكم كلكم، ولا شاطره تطلعي تلقحي زي النسوان. ارجعي المطبخ يا نيره، انت مكانك مش في الاعلام ولا في نادي الزمالك اساسا. اقفلوا
ارتاحوا ريحوا دماغكم واقفلوه، بدل التهزيق كل يوم ومرمطه اللي شايفاها اهاليكم اقفلوه. السلام عليكم.